طبعا كلنا شفنا الفيديو اللي كان متصدر الترند امبارح بتاع الدكتوره وسام شعيب اللي هي دكتوره النساء والتوليد، واللي هي تم احالتها للتحقيق النهارده طبعا بسبب الفيديو اللي هي جالت فيه كل الحاجات او كل الحجاج اللي هي بتشوفها من خلال عملها في المستشفيات الحكوميه او من خلال عملها في عيادتها الخاصه. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انا طالع النهارده اتكلم معاكم عن الفيديو اللي كان منتشر امبارح. انا عايز اقول بس ان الفيديو اللي انتم شفتوه ده يمكن والله ما يجيش 1% من اللي بيحصل فعليا، ما يجيش 1% من اللي احنا بنشوفوه او بيتبعت لنا رسائل، يعني مشاكل وقضايا زي كده بتتبعت لنا عشان احنا نطلع نتكلم عنها. حاجات من هذا القبيل، حاجات كتير جدا يمكن حضراتكم لا تعلمون عنها، وفي ناس عندكم او في ناس منكم بتعرف الحاجات دي، انه الحاجات دي فعليه والناس دي بتحصل بالفعل، بس طبعا محدش بيقدر يتكلم لانه الحاجات اللي زي كده الانسان بيكون مكسوف ان هو بيتكلم فيها، وان هو محرج ان هو يتكلم عنها او يجيب سيرتها اصلا. بقينا في مجتمع منحط جدا. يمكن اسباب الانحطاط اللي احنا شفناه ده اسباب كتير، مثلا تتلخص في التيك توك، تتلخص في الفيديوهات، تتلخص في الانسياب، تتلخص في انه الاهالي بطلت تحاسب اولادها، تتلخص في انه كل واحد ما بيجيش يحاسب التاني، وانه كل واحد بيجي دلوقتي كل همه الفلوس، ايا كان الفلوس بتيجي مصدرها ازاي. انا ما يهمنيش غير ان انا اعرف اجيب فلوس، وان انا اعرف يكون معايا فلوس، وان انا اكون غني، واعرف اجيب موبايل ايه والبس ايه واشتري عربيه ايه. مصدر الفلوس ده منين؟ انا طبعا ماليش علاقه بيه. فطبعا الحرام كتر جدا في زماننا اللي احنا فيه، كتر بشكل مخيف. فيمكن الفيديو اللي انتم شفتوه بتاع الدكتوره وسام، اقسم لكم بالله ده ما يجيش 1% من اللي احنا بنشوفه، ما يجيش 1% من اللي احنا عايشينه. ويمكن هي لما اتكلمت، يمكن هي طبعا خانها التعبير او خانها ان هي تتكلم، والالفاظ نفسها اللي هي اتكلمت بيها والطريقه اللي اتكلمت بيها كانت طريقه خطا. طبعا هي لو اتكلمت باللغه العربيه الفصحى او بالطرق العلميه ما كانش طبعا الفيديو بتاعها هينتشر، او ان الفيديو بتاعها هيوصل لملايين المشاهدات للناس اللي وصل لها طبعا. فهي لما اتكلمت بالطريقه دي الفيديو وصل، لان هي كلمت معظم الشعب بلغتهم، معظم الشعب بنفس التفكير اللي في دماغهم اللي هم بيفكروا فيه. انا مش معاها في طريقتها، بس معاها في اللي هي قالته. كل اللي قالته صح 100%. ويؤسفنا اقول ان الموضوع كمان ده بيجي عندنا في الصعيد، الموضوع بيجي عندنا كمان في الصعيد. يعني الموضوع مش مقتصر على المحافظات وجه بحري، لا بالعكس، ده وجه يجيب لي كمان اتملى من الحاجات دي كتير. مش هكون مثلا بكذب عليكم او اقول لكم لا ده احنا ما عندناش الكلام ده واحنا مش عارف ايه. احنا ما عندناش الكلام ده، يمكن احنا اخف بكتير، بس للاسف برضو الموضوع ده وصل للصعيد. وصل للصعيد ده منين؟ اتصدر لنا ازاي؟ دخل عندنا ازاي؟ دي طبعا كلها حاجات ليها اسبابها يعني. فاللي انا عايز اقوله، حاولوا تحافظوا على بيوتكم، تحافظوا على بناتكم، كل واحد يحافظ على اللي يعرفه، كل واحد لو يعرف حد يعرف ينصحه او يخليه يتجه الاتجاه الصحيح وما يوقعش في الفخ او ما يوقعش في الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. اتمنى انه ده يحصل يعني. حفظ الله طبعا ابنائنا وبناتنا، وحفظ الله شبابنا من الحاجات اللي هم بيشربوها وبيتعاطوها. شكرا لكم.